طبعا تكلمنا البارحة وقلنا انه المنتخب البحريني تنظيميا افضل بكثير من منتخبنا، انه المدرب منتخب البحرين افضل من كاساس. الاسباب انه اذا ما عندك تشكيلة ثابتة 11 لاعب مستمرين معاك على مستوى سنة 6 شهور، يعني بالقليل 6 شهور، مثل المدرب البحريني صار له من 2022 وياهم تشكيلته ثابتة، تحسهم يعني عقلية المدرب متشربيها وفاهميها 100% انه هم ذولا 11 لاعب. انت لما تجي تغير كل مباراة اكثر من لاعب، هذولا ما راح يعرفون الطريقة مالتك. انت لازم تثبت 11 لاعب وتستمر معاهم اكثر من 6 شهور الى سنة، تعلمهم الطريقة مالتك وتعتمد عليهم. مستحيل تجيب لاعب بنفس المباراة تقول له سوي لي 1 2 3 يسوي لك اياها بصورة صحيحة. ولكن اطمن الجمهور العراقي انه هذا الشيء ما راح يصير مع السعودية، لانه افضل منتخب حاليا في كأس الخليج هو المنتخب البحريني من ناحية التنظيم. هذه واضحة للجميع بدليل مباراته مع السعودية لعبها بطريقة مختلفة وفاز عليه، ومباراته مع العراق لعبها بطريقة مختلفة وأيضا فاز عليه. أكو فرق، يعني كان الاستحواذ 70% للمنتخب السعودي و3-2 للمنتخب البحريني. اليوم لعب تقريبا ند بند والوسط كان إله، وسجل هدفين مو من ثابتات. على السعودية كانت ثابتات، الهدفين اللي علينا كانت ملعوبات. الأخطاء بصراحة أخطاء الدفاع والارتكاز. بصراحة الهدف الأول خطأ زيدان إقبال، ولكن قبل لا نتكلم على أنه زيدان إقبال هو المخطئ بالهدف الأول، زيدان إقبال ما يلعب ارتكاز، زيدان إقبال يلعب صانع ألعاب. تسجل عليه 3 أهداف في أندرلخت لأنه يلعب ارتكاز. وأيضا في أمثلة كثيرة إذا متابعين أنه زيدان إقبال لما يستلم الكرة يسكنها ويرفع راسه ويحاول يراوغ يلا يحول. هذه طريقة لاعب صانع ألعاب، لما يفقدها وهو خلف المهاجمين ما تأثر. ولكن الارتكاز لازم أول ما يستلمها يا اما يرفع راسه دايركت ويحولها، او بدون ما يرفع راسه يحولها، مثل امجد عطوان. هذه يعني مواصفات لاعب الارتكاز. اما صانع الالعاب نفس تفكير زيدان إقبال، وتسجلت عليه الاهداف كثيره. يعني لما كان زيدان إقبال يلعب ارتكاز، ومنها الهدف الثاني الثاني او الثالث للمنتخب الاردني في كأس آسيا. فالخطأ اللي انه كاساس دا يلعب زيدان إقبال ارتكاز، كان يفترض يرجع على المهاجم اللي سجل الهدف الاول علينا، انه كان هو بينه وبين الكرة نفس المسافة بينه وبين المهاجم، كان بامكانه يغطي. لان لما شاف ماكنزي معاه مهاجم وهذا المهاجم وحده، خلص كان لازم يغطيه. ولكن هو مو ارتكاز، يعني مو مركزه. وقلنا بصراحة البارحة أنه المنتخب العراقي كأفراد والمنتخب البحريني كأفراد يعرفون أنه المنتخب العراقي أفضل من عندهم، وكل الجماهير بالخليج تعرف أنه أفراد المنتخب العراقي أفضل. ولكن ما وظفهم بصورة صحيحة كابتن كاساس، لأنه بالغالب أنه أغلب اللاعبين ما يلعبون بمراكزهم. أنت إذا تغير لاعب واحد تغير مركزه يخرب لك السيستم كله.